يا مساء الخير. النهارده عايز احكي لكم قصه صغيره كده. في واحد راح يزور بنته في اسكندريه، فراح محطه القطر عشان يركب القطر يروح اسكندريه. فالقطر زحمه جدا، لها ناس كتير جدا. يا جماعه في ايه؟ قال لك ده القطوره متوقفه علشان السواقين معترضين ان في اجهزه معينه المفروض تركب في القطورات علشان تبقى فيها سيفتي اكتر للناس والقطارات، بس الوزاره ما جابتهاش، فالسواقين عملوا اضراب ومش عايزين يشتغلوا. فالراجل خد بعضه وخرج من المحطه وحاول يروح يركب اي عربيه اجره، وقعد يمشي لحد ما وصل لعربيه اجره وقدر ان هو ياخد عربيه ويطلع بيها على طريق اسكندريه. وهما ماشيين في الطريق العربيه عملت حادثه. جه الاسعاف بسرعه وخدهم وداهم لاقرب مستشفى. دخل المستشفى، فالراجل قعدوا الناس يندهوا الدكاتره دكاتره دكاتره، فالناس قالوا الدكاتره مش موجودين. ليه يا جماعه الدكاتره مش موجودين؟ قالوا ان هم طالبين خيوط جراحه معينه من مدير المستشفى من الوزاره، بس هم مش عايزين يجيبوها وجابوا نوع تاني، فالدكاتره معترضين ويقولوا دي اصح واحسن للمرضى، بس الوزاره قالت لهم لا هي دي اللي احنا هنشتغل بيها مش التانيه، فعمالين اضراب ومش عايزين يشتغلوا وسابوا المستشفى ومشوا. الراجل وهو خارج من عربية المستشفى مات. فالناس راحوا علشان يعملوا محضر في الشرطة، فراحوا اسم الشرطة لقوا الضباط مش موجودين. ايه يا جماعة الضباط مش موجودين ليه؟ قال لك اصل الضباط طالبين أجهزة كمبيوتر حديثة من الوزارة عشان يسهلوا شغل الناس ويسهلوا عمل الاسم، بس الوزارة ما جابت لهمش، فعملوا إضراب وقعدوا. والحقيقه ان سواقين القطارات والدكاتره والظباط عملوا اللي بيعملوا الخطيب دلوقتي بالظبط. الخطيب عمل كده، الناس ما جابوش اللي هو عايزه فقال لك انا مش لاعب. لو كل واحد فينا عنده مشكله مع الهيئه اللي بيشغله او الهيئه اللي بتنظم عمله في الدوله قال مش شغال، تبقى فوضى. النظام لازم يمشي، النظام حتى لو كان في بعض الظلم لازم يمشي، والا تبقى فوضى. كابتن خطيب انت اخطأت، واخطأت خطأ كبير، والناس اللي عماله تدافع وتبرر من امبارح واول امبارح على ان موقفه صح ومش موقفه، حتى لو موقفك صح مش ده رد الفعل اللي المفروض يتاخد. مش كل واحد فينا عنده مشكله هيقول مش شغال، مش كل واحد فينا هيقول له مش لاعب ويسيب الدنيا ويمشي، كده تبقى فوضى. والاداره اللي بيدير الكوره في مصر وبيدير الرياضه في مصر لو ما قدرتش تاخد موقف حاسم وقوي ضد النادي الاهلي يبقى خلاص كده بقت فوضى، وتهزز صوره الدوله وتهزز صوره جميع الادارات اللي بتشغل الدوله. النظام لازم يمشي. وانا بتكلم الكلام دوت انا اهلاوي، اقسم بالله ان انا اهلاوي وعمري ما شجعت فريق غير الاهلي، ولكن النظام لازم يمشي. الفوضى ما تنفعش، مفيش حاجه اسمها مش شغال. مساء الفل.